اللي طوف ما تغزل الصوف. هذا المثال هذا كانوا كيقولوا على البنات اللي عزيز عليهم الزهوق والخروج، يعني هادو ما عمرهم غادي يكونوا حادقات. القرض في عين امو غزال، وهذا سيدي يبين على ان الام ديما غادي تبقى تبغيك سواء كنتي زوين ولا كنتي خايب، حيت العلاقه ما بين الام والابن ولا الابنه هي احسن علاقه في الدنيا. سخونيه الراس كترجع على مولاها بالبروده. هذا المثال هذا غني على التعريف. ديما فاش يكون راسك سخن عليك او لا معصب ولا شي حاجه، فكر مزيان قبل ما دير شي حاجه وتندم عليها. العايق حاضي العايق والدمدومه قاضي حاجه. هذا المثال كيتقال على انهم كاينين الناس كيحسبوا راسهم نزوقه ولا عايقين تيبقاو حاضين بعضياتهم، في الحين اللي كاينين الناس ما تيبينوش كاع ديك الشطاره ديالهم وقاضين حاجه.